خلاص ما بقيناش محتاجين نسافر نيويورك عشان ناكل نيويورك ستايل بيتزا معموله زي اللي بيعملوها هناك بالظبط. والميزه عندهم ان البيتزا بتاخد 7 دقايق بس، فكل حاجه بتتعمل باي اوردر. وهطلبنا اللي هو تاني بيبروني، ودي غير البيبروني واللي هو تاني بيبقى عليها بارميجان وهالبينو. هتطلب وتستنى حاجه بسيطه وتلاقي الاوردر بتاعك خلص. بقول لك ايه، ناسيين حاجه. هو فين عمرو؟ ايه ده اهو. انت يا ابني يا ابني انزل يا بقى. ابني انزل يا ابني. الصراحه طعمها روعه. كراست بيرفكت، يعني واخد الكراست فعلا بتاع نيويورك ستايل بيتزا، ومش ناشف اللي هو كانه محروق. مظبوط قوي الصراحه. وحاجه لازم نضيفها ان البيبروني اللي بيستعملوه الكواليتي بتاعته عاليه قوي، سعر السلايس 140 جنيه. تاني حاجه ما تتفوتش، جبنا التشيكن بورج. وعشان اسم المطعم فكل الساندوتشز مقسومه نصين. قطعه الفراخ فرايد عاديه عليها بافلو أيوة. موتزاريلا، وانا شايف بارميجان. بيستو وريحان. اه تعالى ومارينارا طبعا. بسم يلا الله. بينا. بسم الله. حلو قوي. المارينارا حلوه والكراست بتاع الفراخ حلو. بص الفراخ برضو هي رفيعه شويه، بس هم حاطين قطعتين فوق بعض، فالحشو كويس. العيش الشباطه بتاعهم طري قوي حلو قوي. اخر حاجه يا جماعه نختم بيها الفيديو، الاورنج باشن. والكريمي راسبري. حلو تختم بيه الفيديو كده، لذيذ صراحه. حلو وده كمان اخر اكله. انا كنت فاكره هيبقى تقيل، بس لا، ريفرشنج وحلو وفيه المزازه. والمكان ده كنا عايزين نجربه بقالنا فتره عشان فرع نيو جيزه، بس خلاص هو بقى موجود في التجمع في ذا درايف واسمه سبليت.